ازيكم؟ رمضان عربي ومعانا وصفة رز معمر مصري، انما ايه حاجة كده في منتهى الجمال. اول حاجة الرز انا غسلته وصفيته كويس قوي، هحطه في السلطانية وبحط عليه معلقة سمنة كبيرة الاول، وبعدين بحط له ملح، تمام، معلقة او نص كده ملح صغيرة كويسة، معانا كده كمان رشة من الفلفل الاسود كويس. وبعدين هنيجي بقى دلوقتي بالشوكة ونقعد بقى نشبع الرز ده بالسمنة ونقلبه كويس جدا مع الملح والفلفل. عايزة الرز كله يختلط بالسمنة اللي احنا حاطينها، سمنة بلدي بقى ايه، تنقوا سمنة بلدي حلوة كده، طعمها حلو يفتح النفس، مفيش احلى من السمنة الجاموسي الحلوة البيضة دي. هتقلبه كويس جدا السمنة مع الرز تماما، تختلط تماما بيه. وبعدين تكه بقى صغنطوطه نص معلقه سكر بس. جميل. قلب 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 كده حلو. وبعدين احنا جنبنا اللبن الحليب او اللبن الحليب، انا سخنته شويه على النار، ودلوقتي بقى هصبه على الرز وهسيبهم بقى، هسيبهم حبه كده حلوين، بتاع مثلا نص ساعه ولا حاجه. هسيب الرز منقوع في اللبن الحليب السخن ده كويس. طيب انا كنت عندي صدرين فراخ كنت سلقاهم، كانوا متبقيين عندي من الاسبوع اللي فات، سخنتهم ودلوقتي هقطعهم قطع صغنطوطة خالص كويس. يعني اللي عايز يستخدم حمام ممكن، اللي عايز يستخدم بط تمام اوكي، اللي عايز يستخدم وراك وصدور كويس، بس هو صدرين فراخ كفايه قوي. جبنا بقى الطاجن بتاعنا، هندهنه كويس بالسمنه من جوه، ادهنوه كويس يا جماعه، تمام. وبعدين هنبتدي دلوقتي نصب نص الكميه بتاعه الرز باللبن. حلو، مش الرز بلبن الحلو الرز بلبن اللي احنا نقعينه. حطوا بقى الفراخ في النص كده اهو، وبعدين هنحط كمية الدقيق الباقية من الرز بلبن فوق الفراخ. جميل. ودلوقتي بقى دلوقتي على الوش هنحط ايه؟ هنحط قشطة. شوية القشطة انا دوبتهم في شوية لبن، ممكن اخد من اللبن اللي موجود في الرز بلبن ده، يعني اخد ممكن معلقتين لبن كده اهو، ايوه، وادوب بيهم شوية القشطة. ما تحطوش القشطة زي ما هي، لو حطيتوا القشطة زي ما هي هتفضل مكلكعة فوق وش الطاجن، مش هتبقى شكلها حلو. دوبوها شوية بحبة اللبن دول، وبعدين ايه، حطوها بقى على الوش. معلقتين قشطه بالكتير قوي، مش محتاجين اكتر من كده، كفايه خالص معلقتين قشطه. شايفين؟ نقدر بقى ايه نوزعها بالشكل ده، لكن لو اتحطت زي ما هي بتبقى كلكيعه كده، ما بتدوبش. نيجي بقى للنقطه الاهم في تسويه الرز المعمر. الشوايه مفتوحه، والرف انا حطاها على ايه التلت الفوقاني من الفرن. هحط بقى الايه الطاجن تحت الشوايه على طول كويس. جميل. هسيبها بقى دلوقتي شويه، حوالي تقريبا تلت ل 25 دقيقه 30 دقيقه، وبعدين هطلعه هيكون الوش بتاعها ايه اتحمر. هروح منزله الرف للتلت التحتاني ومولعه بقى الفرن عادي، وبعدين مدخله بقى دلوقتي الايه الطاجن بتاعنا يدخل بقى عادي جدا. خلاص هيقعد في الفرن حوالي ساعه. ممكن لو حابين تغطوا الوش بورقه فويل علشان ما يحمرش زياده. اوكي. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، حته طاجن رز معمر، انما ايه يستاهل بقكم. طب اخد حته من الجنب بس، حته صغنطوطه خالص، محدش هياخد باله، محدش هياخد باله. هنغطيها. سخن. رائع رائع، بيدوب شويه رز معمر، بيدوبوا في البق كده. تحفه تحفه تحفه، رز معمر انما ايه في منتهى الجمال.